ياك شفتوه ضحيوا عليه. تواصل قوات الاحتلال المغربي التصعيد في المناطق الصحراوية المحتلة بممارسة الترويع النفسي عن طريق فرض طوق أمني مشدد على منازل المناضلين الحقوقيين الصحراويين، نفس النهج الإجرامي الذي مارسه المغرب المحتل من قبل مع المناضلة سلطان خيا وأمينة حيدر، تمارسه منذ شهور مع الناشطة الحقوقية والمعتقلة السياسية السابقة محفوظة الفقير، منع أي لقاءات أو زيارات تربطها بحقوقيين، اعتداءات جسدية ولفظية، وحصار وتطويق على منزلها وصلت إلى حد تجريده من كاميرات المراقبة، ما صعد مخاوف من أي محاولة لاغتيالها. تعرضت لياسر من الانتهاكات من طرف الاحتلال المغربي اللي كان آخرها سرقة كاميرات المنزل. هذا يدل عنها دولة الاحتلال عنهم يحضروا الجريمة، إياك ما توثق للجريمة اللي يقدموا عليها. من هون رانا نحمل الدولة المغربية كامل المسؤولية هذا اللي تعرض له الشعب الصحراوي كامل داخل المناطق المحتلة، وذا اللي نتعرض له أنا وتعرض له عائلتي خصوصا أبنائي. منظمة قدس الصحراوية تدق ناقوس الخطر وتصدر نداء عاجلا لكل الهيئات الدولية للتحرك من أجل فك الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي المفروض على المدنيين والنشطاء العزل. أعلن تضامني اللامشروط وإدانتي للجرائم التي يرتكبها ولا يزال الاحتلال المغربي في حق مجموعة من المناضلين الذين يتعرضون للحصار وتطويق منازلهم وغير ذلك، وعلى رأسهم محفوظ الفقير والإعلامية الصحراوية صالحة بوتنقيزة. كل الانتهاكات التي يرتكبها المغرب بجبن تعكس مدى هشاشته أمام صوت الحرية، صوت الشعب الصحراوي.